مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما كويسين. النهارده هنعمل صينية كيكة مع بعض. حلوة للفطار، حلوة قبل ما ننام، لو هناخد حتة في العشاء عشان ما ناكلش عيش وكده. واقتصادية. انا بعملها ب5 حبايات بيض. النهارده هنعملها ب2 بس، يعني عشان ما هو البيض غلي يعني وكده. النهارده دول حبايتين بيض اهم، وعليهم بشرتين بالظبط سفندي، عشان احنا النهارده هنعملها عصير السفندي. ماشي، دول حبتين بيض وعليهم وحدتين مقطعاهم كده من قشر السفندي. ماشي، دي فانيليا، دي ورقة بيكنج باودر، دي دي رشة ملح، ودي برضو يعتبر رشة كربوناتو، وربع معلقة كركم. ماشي، دي كوباية سكر، نص كوباية زيت، كوباية لبن، كوباية السفندي، عصير السفندي. ماشي، طبعا هنحط معلقة خل، ودول كوبايتين دقيق. هنبتدي مع بعض. هنحط الفانيليا، وهنضرب ضربتين 3، ونرجع بقى ايه نحط بقية الحاجات. خدت ضربتين اهو مع بعض مع قشر السفندي والفانيليا. هنحط بقى كوباية السكر، نحط بقى ايه الزيت، وهنضربهم ضربة حلوة تاني، ونرجع نحط بقية الحاجة كلها. ضربناهم برضو حبة حلوين اهو. هنحط بقى ايه كوباية السفندي، هنحط اللبن، وهياخدوا ضربة صغيرة بس مع بعض. ماشي، هنحط بقى ايه الكربونات ورشة الملح كده خدوا ايه ضربتين 3 مع بعض. هنبتدي بقى نحط ايه البيكنج باودر، نقطتين يعني معلقة بالظبط خل. وهنبتدي بقى نحط ايه الدقيق، كوبايتين دقيق. طبعا نخلناهم اهم حاجة، حتى لو منخول لازم ننخلهم تاني عشان ندخل الهواء فيهم، ده اهم حاجة عشان الصينية تطلع حلوة كده وقب. انا هديهم ضربة صغيرة مع بعض ونرجع نشوف. دقيقتين بالظبط، يا دوبك ايه لفتين 3 عشان الدقيق يتدار، مش هنضرب كتير. هنا طبعا معانا الصينية اهي. الصينية دي مقاس 28، ودهنتها بالزيت او بالسمنة، وحطيت عليها شوية دقيق عشان ما يلزقش الكيك فيها.
طبعا احنا مولعين الفرن من 10 دقايق كده. اول ما ابتديت اشتغل رحت مولعه الفرن على درجة حرارة 200. ماشي، وهنحطها هتاخد بتاع تلت ساعة كده، وهنبص عليها برضه عشان الفرن لا تكون حامية ولا حاجة. طبعا هنجيب سكينة رفيعة هنشوفها استوت ولا لا قبل ما نخرجها، ونطفي عليها الفرن ونسيبها تكمل بقى. لو هي ما استوتش قوي هتتكمل سواها وهتبقى حلو. احنا هنا عبال الصينية ما تطلع هنجهز معانا كده كام قطعة من الشوكولاتة الخام اهو. كام قطعة شوكولاتة خام، وكيس اللي هو نسكافيه بلاك، ونص كوباية لبن، وهنحط معلقتين زيت كمان، وهنحطهم كلهم ونوطي على النار، وهنقعد نقلب فيهم لحد ما يسيحوا. ده احنا هنغير في شكلها وطعمها، الاطفال يحبوها اكتر من الكبار كمان، انها تبقى ريحتها حلوة، والشوكولاتة كمان هتخلي الاطفال ياكلوا منها اكتر. هنسيح ده وهنشوف بعد ما تطلع الصينية هنعمل ايه. وكده بعد ما الصينية كملت ربع ساعة في الفرن ماشي، بس انا يعني ما خليتهاش كملت التلت ساعة ورحت فتحت عليها. احنا قطعنا الكيكة كلها مربعات اهي زي ما انتوا شايفين. هنبتدي بقى نحط الشوكولاتة عليها. انا سبتها طبعا بعد ما طلعتها من الفرن، سبتها ايه هديت شوية ماشي. النسكافيه البلاك خلى الشوكولاتة ريحته جميلة، وزي ما انتم شايفين كده وطعم جميل كمان. والكيكة مش عاوزة بصراحة يعني اسم الصليب عليها. صينية الكيكة بالشوكولاتة بألف هنا وشفا. جربوها واكتبولي في التعليقات تقولولي ايه الأخبار، بس ايه ما تفتحوش الفرن عليها من قبل تلت ساعة ماشي، عشان تاخدوا صينية أحلى من كده كمان. يعني هي باسم الصليب عليها زي الفل، هيبقى ألف هنا وشفا. لو عجبكم اللي أنا بقدمه صينية الكيكة، ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا بقى كل جديد بنعمله.